محمد ابني في موقف زبالة مع أخته، في علاقة بينه وبين أخته. ابني وبنتي بيعملوا مع بعض حاجات وحشة وأبوهم قال لي اسكتي هتفضحينا. يظهر إن الفلوس جننت الناس لدرجة إن بلوجر مشهورة على التيك توك واليوتيوب أول ما التفاعل قل عندها طلعت وفضحت ابنها الكبير محمد اللي عنده 15 سنة وبنتها الكبيرة اللي عندها 11 سنة، ونزلت فيديو على اليوتيوب وقالت إنها من سنة ونص وهما في الشقة القديمة كانت نايمة وكانت سامعة أصوات غريبة، ولما صحيت من النوم ودخلت أوضة أولادها شافت ابنها الكبير محمد بيعمل حاجات وحشة مع حبيبة بنتها وفي علاقة بينهم، واستشهدت بكلامها من بنتها الصغيرة اللي قالت إن محمد كان قلع هدومه هو وحبيبة. البلوجر هبة السيد المشهورة بأم زياد كملت كلامها وقالت: لما شفت اللي حصل انصدمت وصحيت ابوهم وفضلت ازعق وابوهم قال لي وطي صوتك واسكتي هتفضحينا، ومضربش محمد ولا قال له اي حاجه، كل اللي قاله له ينفع كده يا محمد، انا لو مكانك هضرب نفسي بالجزمه، والموضوع سكت على كده وخلص على كده، وانا كنت حامل وقتها ومش بايدي حاجه اعملها. أم زياد متجوزة وهي عندها 18 سنة وكانت داخلة في بيت صغير دور أرضي، وكانت دايما بتشتكي من ضيق الحال لحد ما جارتها نصحتها تعمل تيك توك لأنه بيدي فلوس كتير، وبدأت أم زياد تنزل فيديوهات وروتينات عن نظافة البيت وإزاي بتطبخ وبتعمل لايفات وهي بتروق الشقة أو هي بتعمل أكل، لحد ما عرفت تجيب فلوس من خلال اللايفات اللي بتعملها وبدأت تجدد في شقتها واحدة واحدة، واستمرت على كده لحد ما اشترت عربية وجابت شقة جديدة وقعدت في الشقة الجديدة بقالها حوالي سنة، وكانت دايما بتشتكي في اللايفات من المعيشة والغلاء وإن جوزها شايل إيده من المسؤولية. ولما متابعينها سألوها لما هي الحياة غالية كده كل شوية بتحمل ليه، لأنها كانت حامل في الطفل الخامس، قالت للمتابعين أصل أنا كل مرة بحمل بالغلط وحرام أنزله، لحد في يوم كانت بتجدد في الشقة الجديدة وكانت بتعمل مطبخ ألمونتال، والراجل بتاع المطبخ الألمونتال كان شاب عنده 30 سنة، عمل لها المطبخ وكانت مبسوطة جدا بالمطبخ لدرجة إنها عملت دعاية جامدة جدا للراجل بتاع المطبخ الألمونتال، وعدى كام شهر وقالت لكل متابعينها إنها اتطلقت وما كملتش شهر وكانت حامل، كل الناس اللي كانت متابعة أم زياد استغربوا إنها اتطلقت وهي حامل، لكن أم زياد قالت لهم لأ أنا اتجوزت وحامل من جوزي الجديد. المتابعين انصدموا إزاي اتطلقت ولحقت تتجوز وكمان حامل، والمتابعين كان عندهم 100 سؤال وسؤال لحد أم زياد ما طلعت لايف وقالت لهم أنا اتطلقت من جوزي الأولاني وقعدت 3 شهور بتوع العدة وبعد العدة بيومين اتجوزت تاني وحملت، ايه المشكلة في كده؟ الناس فضلت تشتمها ويقولوا لها ازاي دي عشرة 20 سنة مع جوزك وعيالك ازاي تبيعي كده، انتي اول ما الفلوس جريت في ايدك تطلقي الراجل وتتجوزي وتحملي كمان. والمتابعين قرروا يبعدوا عن ام زياد لانها انسانة منافقة ومخادعة. فالبلوجر ام زياد لما لقت التفاعل قل عندها جدا بعد اللي حصل نزلت فيديو على اليوتيوب بتستعطف الناس فيه وقالت لهم انها سابت جوزها الاولاني لانه ما كانش راجل، وقالت لهم ان هي اللي كانت شايله المسؤوليه بتاعه الاكل والشرب والاولاد، ده كان بيسيبني اطلع لايفات بشعري او بالسلوبات المهم اجيب له فلوس، انا سبته علشان ما كانش راجل وعملت شرع ربنا اتطلقت واتجوزت تاني واحد بيحبني وبخاف عليا وما بخلينيش اطلع بشعري وبلبس هدوم محتشمة وبيخاف عليا، وكمان انا جبت ولادي معايا ما سبتهمش وانا اللي بصرف عليهم، طليقي ما بيصرفش عليهم ولا جنيه، والشقة الجديدة دي بتاعتي جايباها من تعبي ومجهودي وقاعدة فيها أنا وولادي وجوزي الجديد، وعلشان انتوا ظالميني هعرفكم أكتر إن طليقي ما كانش راجل، أنا كنت شفت ولادي من سنة ونص بيعملوا حاجات وحشة مع بعض، ولما قلت لابو ولادي قال لي اسكتي هتفضحينا، والموضوع ده اتكرر تاني في الشقة الجديدة لما نقلنا، ولما قلت لابو ولادي تاني قال لي اسكتي وما خدش موقف علشان كده انا اتطلقت منه، وبعتله محمد وحبيبة علشان ما بيسمعوش كلامي وانا مش قادرة عليهم وبيعملوا مع بعض على طول حاجات وحشة، فبعتهم لابوهم وخليت معايا اخواتهم التلات ولاد الصغيرين. وطبعا المتابعين اتجننوا ان ازاي قالت على ابنها وبنتها كده، وان فلوس اليوتيوب جننتها لدرجة انها عايزة تطلع ترند وتعلي الريتش على حساب ولادها،
أبو زياد طليق البلوجر هبة السيد عمل قناة على اليوتيوب وطلع في فيديو مع ولاده محمد وحبيبة وقال إن طليقته كدابة وإن اللي حصل إنه اتجوزها وكانوا عايشين مع بعض حياة زوجية عادية وإنه كان شغال وبيصرف على البيت، لكن من وقت الكورونا ومع غلاء الأسعار الشغل ما بقاش زي الأول وبقى يوم يشتغل ويوم لأ. واعترف وقال إن العيال مصاريفهم كتير وإن أم زياد كانت بتساعده في البيت من فلوس اليوتيوب والتيك توك وكانت بتطلع هي والعيال في الفيديوهات وإنه كان بيثق فيها لحد ما اتفاجئ وهي في الشقة الجديدة وبعد التجديد بدأت تشتكي من الحياة معاه وطلبت الطلاق وصممت عليه وقدام إصرارها طلقها وقالت هتاخد العيال وإنه مش هيقدر يصرف عليهم وهو فعلا وافق لأنه فعلا مش هيقدر يصرف عليهم والعيال عاشوا مع مامتهم وجوز مامتهم. ولما أم زياد حملت كانت بتتعب كتير فكانت بتخلي حبيبة بنتها تنظف وتروق وتمسح وتعمل أكل وتأكل إخواتها الأربعة، ولو ما عملتش كل ده أم زياد كانت بتحرمها من الأكل لحد ما البنت جالها أنيميا. وإن السبب الرئيسي لكل ده إن حبيبة كانت عارفة إن أمها كانت على علاقة مع الشاب بتاع مطبخ الألمونتيل لما كانت لسه على ذمته. وكمل أبو زياد كلامه وقال إن طليقته فضحت بنتها وابنها علشان ما يقولوش إنها كانت على علاقة برجل تاني وهي على ذمته، وإنها كانت عايزة تشغل بنتها خدامة بلقمتها عندها علشان هي حامل وعايزة تتفرغ لجوزها الجديد. ومش بس كده، ده كمان ابنها محمد يقعد يعمل لها مونتاج للفيديوهات اللي بتعملها بلقمته. ولما العيال رفضت رجعتهم ليا، ولما العيال قالوا لها لأ احنا هنقول لبابا على اللي كنت بتعمليه من وراه وإنه كنت ماشية مع الراجل التاني اللي اتجوزتيه دلوقتي، أم زياد اتضايقت وطلعت عيالها بفضيحة. وانا بطلب منكم تساعدوني علشان اكبر القناة واقدر اصرف على حبيبة ومحمد. طبعا كل المتابعين قالوا له كل الكلام ده ما يهمناش، دي حاجة بينك وبين مراتك، المهم عندنا تطمن على حبيبة بنتك وتتأكد من كلام طليقتك، الولاد هم اللي هيدعوا في النص واحنا كده كده هنقف جنبك وهندعمك وهنكبر قناتك. أبو زياد نزل فيديو تاني على اليوتيوب وقال إنه أخد بنته حبيبة ورحنا للدكتورة علشان نتأكد برضو من كلام أمهم، والدكتورة قالت إن بنتي سليمة وما فيهاش أي حاجة بس مش هتقدر تطلع تقارير لأن التقارير بتطلع من الجهات الحكومية بس. وكمل كلامه وقال المصاريف كتير وأنا ما بشتغلش ومش لاقي شغل وعملت القناة دي وهنزل روتين عليها علشان أقدر أصرف على حبيبة ومحمد. وفي وسط الهوجة دي طلعت كذا جهة وطلبت القبض على أم زياد البلوجر هبة السيد، وتم القبض على أم زياد وهي حاليا بيتم التحقيقات معاها بتهمة استغلال وتشويه أولادها.